الله أكبر، الله أكبر، انتصر العدل يا شباب. بداية الغيث قطرة، وعم يبلشوا هلا الشباب بتعديل القوانين. وعلى الرغم من انه نحن بحاجة لمجلس الشعب للتصديق، يمكن ما بعرف، مالي محامي انا، شو هالحكومة هي؟ قسما لا يوجد حكومة عربية مثل حكومتنا يا شباب. ما في حكومة بتسمع للآراء مثل حكومتنا يا شباب. ما في حكومة عندها جماعة لهم غرة مثلنا يا شباب. الله أكبر، قسما وقت قريته اشعر بدني. طب يا أبو الياس عن شو عم تحكي؟ حلونا يا أخي، والله بدها حلوان، هي بدها حلوان. تعال أقول لك عن شو عم بحكي. نزل تعميم رقم 26 بتاريخ اليوم من وزارة العدل. شو عم يحكي عن الجرائم الإلكترونية؟ قال لك ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية. ما تعمل أي إجراء وما تتخذ أي إجراء بحق الناس قبل ما تروح لعند القاضي ويكون في إشعار خطي منه بإلقاء القبض على الناس. تلتزم النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بتوجيه الضابطة العدلية المختصة بعدم احتجاز أي مشكو منه أو تقديمه إليها موجودا أو إذاعة البحث عنه إلا بعد عرض الضبط عليها والحصول على قرار خطي. أول الغيث قطرة حتقلي فضفاض، حقول لك معلش شوي شوي، لأنه بالنقطة الثالثة تبع هذا التعميم رح تقلي لا فضفاض كتير، حقول لك ماشي موافق. بس هي بداية الغيث الحمد لله. قال لك يعد التوقيف الاحتياطي يلي اجى من النيابة العامة إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، عشان ما يأثر على الشهود أو خشية فرار المدعى عليه أو درء خطر محدق بالمجتمع أو المجني عليه. فيعني المجني عليه إلكترونيا ما في مجني عليه. أنا بقول لك النقطة الثالثة بحاجة إلى تمعن أكثر وإعادة صياغة بصراحة أكثر يا وزارة العدل. تحصر أوامر إذاعة البحث عن المشتبه بهم في الجرائم الخطيرة التي تستوجب هذا الإجراء استثنائيا، أو في الحالات التي تتطلب ضرورة فنية ملحة ما بعرف لإجراء التحقيقات عبر الضابطة العدلية. يا جماعة هي بداية الغيث. وهلأ صار فيني أقول لك صار بدها شو على سوريا، على سوريا. يلي عم يقول لي شو الفرق بين القانون القديم وهذا التعميم، رح اقول لك شو. خليك معي ثانية. أول شيء بعهد الأسد كان من الشائع توقيف المشتكى عليه بالسرعة القصوى، مثل ما تم أنا توقيفي على حدود، مثل ما تم توقيف حسان عقاد وغيره. يمكن موضوع حسان كان شوي غريب يعني. بهذا التعميم التوقيف صار استثناء وليس فرض. إذاعة البحث ما بتطلعش لما كان قبل، كان الضابطة العدلية بتتدخل بمعظم الشكاوى، أما هلأ ما بينحل الأمر للضابطة العدلية إلا الجرائم التي تحتاج إلى تحقيق وكشف تقني. قبل كان يمكن إصدار إذاعة بحث أو ملاحقة بسهولة أكثر، أما حاليا إذاعة البحث أصبحت محصورة بالحالات الخطيرة أو الضرورية جدا. قبل كان يمكن احتجاز الشخص أثناء البحث عنه، يعني بيجيبوني مثل ما أخذوني وحطوني. هلأ يمنع احتجاز أو إذاعة بحث إلا بقرار خطي من النيابة المختصة. بالله كيسي، بالله إنه خطوة. معلش اعذروني شوي، أنا عمري 43 سنة بس أنا فرحان. حتى اللي مزودها حقول لك إيه، وقت الواحد يحكي ويلاقي إنه عم يلاقي رد صدى وعم يلاقي عالم عم تتفاعل معه من الدولة، لك إيه، ولا دولة عربية عندهم هيك يا زلمة. خلينا نكمل. بالقانون بحسب القانون القديم كان في كتير اعتماد على التوقيف الاحتياطي وخود بقى لينعرض على القاضي، أما هلأ التوقيف الاحتياطي صار عند الضرورة، مشان ما يروح الزلمة يتعاقد مع الشهود، يغير بيرقي الشهود. وهلأ بالقانون الجديد صار في تشكيل لجان لمراجعة إذاعات البحث القائمة وإلغاء غير المبرر منها. ولك تكبير لك، والله العظيم فرحان ليك أشعر بدني مرة ثانية. شوف، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله ميزان حسناتنا حسناتكم. نحن نبهناكم وانتم الحمد لله كنتوا قد النصيحة. أحلى بوسة وأحلى زلمة وأحلى مظهر وأحلى شيخ. السلام عليكم.